انا بعت كليتي عشان المخدرات. الادمان غير حياته. رحله المخدرات بتاعتي 15 سنه، يعني انا متاخد مني كليه وضلع. عمل حاجات ما تتخيلهاش. انا ضارب حاجات ما تفوقكش 3 4 ايام ورا بعض. مخدرات انا بشرب حاجات تجيب بطخ كده. مخدر واحد مش كفايه. انا مدمن، ادمانك بيعلى، تحط مخدر على مخدر عشان توصل لنفس السعاده اللي انت عايزها. بدا يروح لطريق ما فيهوش رجوع. تاخد النفس من هنا ولا مشاعر ولا احاسيس، ادمان يبقى خطير. انا والمخدرات وانا خسر اهله ابتدى اخويا ليفله يعلى في الضرب، ضرب مات. وخسر نفسه. جربت حته المنشط ديت لغايه ما يحصل لي اوفر دوس واقوم نايم كده. المخدر وصله لمرحله الجسم مش قابلها. بضرب مخدرات جسمي مش قابل ان هو يضرب مخدرات تاني. النهارده هنحكي قصه من اغرب القصص اللي هتسمعها. انا مش عارف انا بحكي الكلام ده بسهوله كده ازاي. متاكد انت عايز تظهر بوشك؟ اه طبعا متاكد ان انا عايز اظهر بوشي، علشان دي هتبقى رساله جميله جدا. معاك محمد مسعود رزق، مدمن متعافي بفضل الله، مبطل 2 سنين. بدأت موضوع الإدمان دوت وأنا عندي 16 سنة 17 سنة، من أيام المراهقة لغاية ما كبرت. ابتدت رحلة الإدمان من ساعة ما خرجت على الناصية بره. كان يوم جمعة وكنت قاعد على الناصية ديت مع حد، وكان في مكتب بتاع حفلات فاتح عندنا على الناصية ديت. فواحد صاحبي عرض عليا ان انا انزل اشتغل معاه في المكتب، والمكتب ده كان فيه مدمنين. فانا كمحمد كان بيبقى عندي حب استطلاع، لقيتهم بيلفوا في المكتب قدامي مخدرات وبتاع والكلام دوت. فانا خلاص اللي هو ايه، قلت اجرب. انا حب الاستطلاع والفضول هو اللي وداني في ده، هو اللي دخلني في المخدرات اصلا. فقلت له هات كده نفس ومش عارف ايه. بدايه المشوار دي خدت النفس من هنا، انا فصلت يا كريم، فصلت عن الواقع. انا حسيت ان انا فريش خالص، الدنيا جميله. اللي ضربني بالمخدرات ده ما كانش بيشرب الكلام ده بس، اتفاجئت ان هو ليه في الكيمياء والكلام ده. فطلع قدامي حبات منشط كسرها 4/4، وفي فتفوته صغيره كده كانت واقعه من ربع. فقلت له اجرب. جربت حته المنشط ديت، حسيت ان انا فرحان، زودت الدوبامين في دماغي ومش فارقه معايا، مش حاسس بحاجه. بشيل الحاجه وبشيل وبحط الحاجه. في ناس بتتعب، انا ما بتعبش. انا بيرفكت، انا ماليش حل. فعجبني الموضوع دوت. حاجه برضو من اللي خلتني ادخل في المخدرات واحب المخدرات والكلام دوت، ان انا كنت بشوف ناس كتير صايعه قدامي وبتتخانق وبتشيل سلاح وبتروح وبتيجي وبتعور ناس وبتتعور والكلام ده. فانا ليه ما ابقاش زي الناس ديت؟ يعني انا كنت بحب الكاركتر ده جدا. دي حاجه من الحاجات اللي برضو خلتني احب المخدرات، او خلتني اضرب مخدرات في يوم من الايام. دي لعبت على حته النواقص الشخصيه اللي عندي. انا كان ناقصني ابقى صايع، فدي زودتها لي. خلاص بقى انا ادمنت ديت وسبت الفرع الدخان ده. بقيت اخده واحده في الثانيه في الثالثه، ما بقوش يعملوا حاجه. فاضطريت ان انا اعلي الليفل، ارجع للمخدر الاولاني، اخد ده مع ده. ابتدت بقى قصه الكيميكال، قصه انك تاخد وليفلك يعلى في المخدرات من هنا، انك تحط مخدر على مخدر عشان توصل لنفس السعاده اللي انت عايزها. خلاص بقى انا شلت النعم بتاعت ربنا مني واستبدلتها بنعم اصطناعيه. مع كتر المخدرات ديت ابتدى ان انا اسلوبي يتغير. بقيت ابص الحاجات في المكتب وابقى عايز اسرقها. الافكار دي كانت بتيجي في دماغي وكنت بنفذها. كنت اخليهم كلهم قاعدين بيعملوا صيانه، واخش انا على الراكات واخد الكارت الميموري بتاع الراكه، واروح ابيعه او ابدله بمخدر واجي. وحياه ربنا ما عملت حاجه. ابتدى شغلي يقل، اللي هو مجهودي في الشغل يقل. عشان ايه اللي حصل؟ حصلت اعتماديه على المخدر بقى. خلاص انت كان ربنا مديك موهبه، انت اللي رميتها في الارض واستبدلتها بايه؟ بموهبه مزيفه، بالمخدر. ابتدوا برضو يطردوني ويمشوني والكلام ده. لجأت فين بقى يا عم كريم؟ للشارع. تعرف بوجي من زمان؟
اعرف بوجي من وهو صغير لسه، يعني كان بيظهر في المنطقه، كان بيلعب معانا كوره زمان. تفتكروا بقى في اسوأ حالاته، يعني لما اتعلم الضرب بقى وبقى دايس في الحوار، افتكره طبعا. كان عامل ازاي؟ كان شيطان، اي حاجه قدامه هياخدها لاجل ان هو يجيب ضرب. كان بيتعامل بجحود، بيتعامل مش هو اللي بيتعامل، يعني من الاخر مرضه هو اللي كان بيتعامل، مش هو خالص. سنه، في الثانيه، في الثالثه، ادمانك بيعلى وليفلك في المخدرات بيعلى، لغايه ما في يوم من الايام في قصه الادمان دي في سنه من السنين نزل حاجه اسمها ده بجد بقى اللي هو ايه بيلخص اللي هو ايه، تاخد نفس اكنك خدت بحجر في دماغك ينيمك، بتخليك جبله، انت بليد، تاخد النفس من هنا ولا مشاعر ولا احاسيس، لو معدي من قدامك صاروخ انت نايم كده مساكب على نفسك، مريل مرجع على هدومك، مش بني ادم، انت كائن مش عارفين انت ايه. طبعا ابتدى الكلام ده يبان عليا في البيت. دي بقى يا جماعه الاوضه بتاعتي اللي انا اتربيت فيها، قضيت في الاوضه ديت ايام حلوه وايام وحشه. انا كنت بقعد هنا ايام الضرب، بعد ما خلصت وبطلت مخدرات انا كنت برضو بقعد هنا. بس دي القعده دي سلبيه وايجابيه في نفس الوقت. السلبي ان انا كنت بقعد هنا اضرب انا والمخدرات وانا امي سالتني في يوم من الايام، فكان بان عليا ان انا باخد حاجه، قلت لها انا باخد 1 2 3 4 يا امي. قالت لي طب يا ابني بطلوا ومش بطلوا ومش عارف ايه. اليوم ده انا فاكر قعدت نمت على حجرها كده وقمت معيط. قعدت اسبوعين يا كريم في البيت اكل واشرب، ما حسيتش باعراض انسحاب علشان انا كنت في بدايه لسه مرض الادمان ما سيطرش عليا، او المخدرات ما سيطرتش عليا بالكامل، سيطرت عليا 50%. بس نزلت الشارع، نزلت بشراهه بقى، نزلت ضربت مخدرات بشراهه، اي حاجه كانت بتقابلني في الشارع كنت بشربها. في الاخر وصلت حبيت اللي متصنع هنا دوت، مره مع التانيه مع التالته بقى عندي مناعه في جسمي معاه، اللي هو ايه هشرب هخمل بس، ولا هرجع ولا هسايكب ولا مش عارف ايه والكلام دوت. بس بنام. نمت على موقف الاتوبيس ده كتير، سنين كتير. اخطر ايام حياتي اتبنت على الموقف دوت، لان انا كنت بجيب المخدرات بتاعتي واقعد هنا اضرب جميع انواع المخدرات مع بعض. ممكن يبقى التيشيرت مقطوع والبنطلون مقطوع ولابس شبشب فرده وفرده ولابس ايس كاب في الصيف. الليفل بيعلى بقى يا عم كريم، احنا مع السنين مع ضرب المخدرات ده الليفل ده بيعلى. يعني انا صحيت قبل كده لقيت نفسي بات عند ناس في باب الشعريه، فقت لقيت نفسي على السرير، واحد بيقول لي اصحى يا بطل انت فقت اخيرا فقت. فبقول له انا فين؟ قال لي انت في باب الشعريه، انت عامل نصيبه تحت في الشارع. انزل يا عم كريم الاقي بتاع 4 5 6 انفار قاعدين، من ضمنهم 2 3 اللي رابط ايده واللي رابط رجله. انا اللي معور الناس دي يا جدعان، والله ما فاكر ان انا عورتكم. او معيط بقى، ما انا لوحدي انا مش عارف انا فين. يثبتوا لي بقى، تعالى في اثبات. ياخدوني مثلا في سوبر ماركت في الشارع، اخش في كاميرا مراقبه فوق، انت مش بني ادم، انت شفت جاتا يا كريم؟ انت ماشي في الشارع بتلعب جاتا، مش معتمد حد خالص. اصدق بقى، اقوم معيط اكتر عشان خلاص بقى انت ايه، خلاص الناس ثبتت ان انت. فمن الخوف والهلع اللي انا فيه ومن القلق ومن التوتر فانا بعيط انا وفي الاخر اروح ولا كأن اي حاجه حصلت، انسى اصلا انا كنت فين وايه اللي انا عملته والكلام دوت. الموضوع ده حصل معايا 3 مرات. انا اللي طلعني البيت عشان تعبت من قعده الشارع، انا ما تعبتش من المخدرات، انا ما جبتش اخري. ابتدى ادماني برضو يتخطر اكتر ويكبر اكتر لغايه ما دخلت في اوحش مخدر في العالم. ده الشيطان لقاه في الشارع، مخدر كريم. عايز تدمر نفسك، عايز تعمل لنفسك سحر اسود انت اللي تعمله لنفسك، ده خلاص اللي هو يعني هتشربه يا هتموت يا سبحان من معيشك. فاكر مين انا اللي ضربني؟ وفاكر اول يوم شربته فيه انا عملت ايه؟ كنت اضرب المخدر والم بقى ايه 3/4 المدمنين صحابي والكلام دوت، نيجي نقعد على الموقف دوت، كنت اشربهم ويشربوني ومش عارف ايه.
فانا في وسط بقى كل ده